Oo, baba yakıyorsun. Siz de çok güzelsiniz. Çok bekletmedim değil mi? Zeynep abla. Baloya mı gidiyorsun? Yok. Ben de gideceğim nişana o zaman. Git sevgilim git. Gelinle de göbek atmayı unutma. Abimin nişanı var, oraya gidiyorum. Davetiye de benim adım yazıyor olacaktı. Ama bizim düğünümüz daha güzel olacak. Sıkıldın mı? Hayatımda gördüğüm en eğlenceli düğün diyebilirim. Nereden biliyorsun? Çünkü gelin sen olacaksın. ولم يتحول إلى انتقام ووثيقة غامضة قد تدمر الجميع. في الحلقة القادمة من مسلسل الورود والذنوب يصل التوتر إلى ذروته بعد فشل عملية الشحن، حيث يفقد نجاة أعصابه بالكامل ويصب غضبه على سرحان بشكل غير مسبوق، لكن هذا الغضب ليس لحظة عابرة بل بداية لسلسلة انتقام قاسية سيخطط لها بدقة دون أي رحمة. وسط هذه الفوضى تظهر أخطر ورقة في اللعب، الوثيقة الغامضة التي كان النيات يخفيها منذ فترة طويلة لم تعد مجرد سر صغير، بل تحولت إلى نقطة مفصلية قادرة على تغيير مصير الجميع. ومع تزايد الشكوك تبرز فرضية صادمة: هل هذه الوثيقة مرتبطة بتجربة سرية؟ إذا صح ذلك فنحن أمام كارثة حقيقية قد تطيح بكل التوازنات. ومع بداية انكشاف الحقائق تتجه الأحداث نحو مواجهة مباشرة، حيث لن يبقى شيء مخفيا وكل شخصية ستجبر على مواجهة ماضيها. لو كنت مكان سرحات هل ستواجه نجاة أم تهرب؟